عزيزي ولي أمر الطالبة، الواجبات المنزلية تعتبر جزءا مكملا للدراسة في المدرسة، فعدم متابعة الأبناء يدفع بالأبناء للإهمال الواجبات المنزلية. إن الشفافية والتواصل بين ولي الأمر والمعلم هو صمام الأمان لبناء عقلية نامية للطالب. مفهوم الواجب المنزلي هو أحد القنوات المهمة التي تشعر ولي الأمر بقيمة التعلم، وهو امتداد معرفي للموقف التعليمي خارج الصف، إذن هو تعزيز للتعليم وليس عقوبة. دور الأسرة في تحضير الأداء الواجبات المنزلية للطالب. أولاً، تهيئة البيئة الأسرية. ثانياً، تهيئة البيئة المادية. ثالثاً، تقديم الوجبات الغذائية. رابعاً، تحديد وقت أداء الواجبات المنزلية بما يتناسب مع الطالب. تعتبر دافعية الطالب لأداء الواجبات المنزلية هي ثقافة معرفية تبنى على عدة أمور، منها: أولاً، التحفيز بالمنزل. ثانياً، توجيه الطالب للتعلم الذاتي. ثالثاً، الشفافية والتواصل بين ولي الأمر والمعلم. كيف يجعل ولي الأمر أداء الواجبات المنزلية ممتعاً؟ أولاً، التحفيز بالمنزل. ثانياً، الاستعانة بالتطبيقات التعليمية التكنولوجية يضفي الجانب التفاعلي مع الأجهزة نوعاً من المتعة على الواجبات المنزلية، ويكسب الطالب الثقافة التقنية. ثالثاً، عدم أخذ الأمور بجدية عالية. الدرجات الجيدة في المدرسة ليست هدفاً في حد ذاتها، والتركيز على التفوق قد يدمر حب الطالب للتعلم، وعليه يجب مراعاة قدرات الطالب وتوجيهه لاكتساب المهارات حسب إمكاناته. رابعاً، دع الطالب يكون معلماً. على ولي الأمر أن ينتظر فرصته بأن يكون تلميذاً لابنه، ويطلب منه شرح الدروس وإجابته بطريقة مرحة، وما عليه إلا أن يطرح أسئلة بسيطة تساعد على تحديد مكامن التأثر.